شذا فدوى الرفاعي صديقتي بس بحبها كثير، إنسانة طيبة وحنونة وإعلامية جيدة جدا يعني. مساء الخير فدوى الرفاعي. اهلا وسهلا. الحمد لله. كيفك؟ تفضلي. فدوى الرفاعي صديقة شذا حسون المقربة بس فدوى عندك سؤال. مقربة، علاقة الصداقة اللي بتبقى وطيدة بين الصحافي والنجم أوقات تشعر الصحفي بالإرباك، لأنه مش كل شيء بيقدر ينشره، فبيبقى بيعرف كثير اشياء حلوه، ما بدنا نقول انه يفكروا الناس عم نحكي شيء لا سمح الله سيء، بيبقى بيعرف كثير سكوبات حلوه واخبار حلوه ومتشوق لنشرها، بس يتريث احيانا بيكون النجم بعد ما وقع العقد او ما بده هلا يعلن لظروف معينه، فهيدي النطره بتضايقه للصحفي شوي. فدوى، قد ايه في قصص لانك صديقه مقربه من شذا حسون ما بتحب انها تطلع على الصحافه، يعني بتعرفي قصص ممكن انه تاذي شذا، قد ايه هون الصداقه بتلعب انه انت ما تكتبي اللي بتعرفيه؟ اوقات وقت اللي شذا ما بدها ترد بضطر انا ارد، لانه بكون انا على اطلاع بكل التفاصيل والمعلومات موجوده عندي، وبعرف انه هالطرف الاخر يسعى الى الشهره، يعني يستغل اسم ومحبه الجمهور الكبير لشذا كرمال يوصل لمطرح معين، لانه ما عم يقدر يحقق النجاح بمسيرته او اعماله لجذب الانظار من حوله، فيلصق اسمه باسم شذا. شذا مش دائما بترد، يعني عندها حفلاتها الحمد لله، عندها شغلها، انه ليه بدي رد بتقول. قد ايه هذا الكم المحبه اللي عم تحكي فيها فدوى الرفاعي بتخليكي هيك تكوني انت بامان انه انا في عندي صحفيه واصله بظهري؟ لا ابدا ما بفكر هيك. ابدا ما بفكر هيك. شوف يعني صداقتي ويا فدوى كانت تدريجيه جدا، يعني احنا بنعرف بعض طبعا من اول كان في عداوه رجع صداقه؟ ابدا لا، نيفر حقيقه. من اول ما ابتديت عمرها ما كان في عداوه، لا مع مجله نفسها، لا مع، بالعكس يعني علاقتنا كانت جيده ومرحبا مرحبا، وتوطدت العلاقه بصداقه جميله جدا، وابدا مع يعني لنقول انه، بس اكيد انه اليوم مع فدوى بتنصحني اكثر، بما انه هي بتعرف اكثر بالوسط الفني، وهي يعني الوقت اللي هي قضته في الوسط الفني اكثر مني، فمثلا في قصص مثلا تعصبني بتنرفزني بدي رد عليها، ممكن انا اتوجه لها هي حتى تعطيني نصيحه تقول لي لا او ايه لازم تردي يعني، بس انه لا، انه مثل ما قلت انه انا يعني يكون في لا ابدا. فدوى، قديش الصحافي ممكن يكون موضوعي اذا كان تربطه صداقه بفنان؟ يعني انت خزلان عنك هيفا صديقتك المقربه جدا، وشذا صديق، وجو رعد صديق، قد ايه ممكن تكوني موضوعيه؟ يعني اذا لقيتي هيك غلطوا شي محل فيك تكتبي تقولي او بتقولي خلص انه صديقتي؟ لا، بالرأي ما في يكون موضوعية، ولا بطل صديقة. صديقك من صدقك. بيكون عندي آراء يمكن إنه مش كتير أساسية بالعمل يلي عم بيقدموه، بس هذا الكلام بيكون بيني وبينهم، إنه في هيدا الصورة، هيدا التصرف، هيدا المشهد بهذا الكليب، انه لانه كذا، يعني بيكون في مبرر، مش لانه انا ما حبيت، يعني تعرف الفنان في سبب. ايه بيقدم جهد كبير جدا ان بتسجيل البوم او بتصوير كليب، ما فينا نجي نلغي هالجهد كله نقول ما حبيت او مش حلو، بدك تقول ليه ما حبيت وليه مش حلو، وبدك تكون هلا مقنع. اذا انا سالتك سؤال بتقولي اذا خيرتك بين هيفا وهبي وشذا حسون مين بتختار؟ هيدا برنامجنا. هي عين وهي عين وهي زقفه.
شذا حسون، فدوى الرفاعي، اكيد اذا بدك تقولي هيك كلمه لشذا او نصيحه، اخت عم تنصح اختها مش هون كصحفيه، شو ممكن تقولي لشذا؟ بدي اقول لها لشذا النجاح ما حدا بيقدر يخفيه. ان شاء الله بتضل مستمره دائما بالنجاحات المبهره اللي عم بتقدمها، ونحن بنعرف شذا مش بس نجمه بالغناء، وان شاء الله قريبا نجمه بالتمثيل كمان. في كثير قصص حلوه بشخصيه شذا بعد الجمهور ما شافهم، ان شاء الله بتسلط الضوء عليهم. ومثل ما يعني طلع التصاعديه صاروخه انطلاقتها لشذا، ان شاء الله هيك بتستمر يا رب. بس قبل ما نختم حلقتنا فدوى، هيك سؤال دائما بقول انا، اليوم صار كل فنان عنده صحافي، وكانه هيدا الصحافي صار برافقه بكل، اذا بدك يعني ممنوع حدا يدق بهيدا الفنان لانه في عنده صحافي بيحميه. اليوم قد ايه هيدا مسموح يصير بالوطن العربي؟ يكون فنان صحافي. أنا بحترم رأي الزملاء، يعني حتى لما بكون عم تابع على تويتر بشوف آرائهم ما بتدخل، بقول هيدا رأيه، يمكن يكون معه حق ويمكن يكون مخطئ. كل شيء بالآراء يلي تقتصر على الآراء أنا أتقبلها، بس لما بيكون في تجريح وكذب وتشويه سمعة وتشويه صورة طبعا هون ما لازم نسكت. نعم. اكيد فدوى الرفاعي، هيك اخذنا شهاده صغيره منك للنجمه شذا حسون، وهيك مع العلم انه هيك تجمعكم صداقه كثير كبيره. طبعا فدوى رفاعي اسم لمع بعالم الصحافه، ان شاء الله يا رب هيك بتضلك مستمره، واكيد الحكي معك بيطول اكثر واكثر. ثانك يو كثير لك ولتواضع اللي بتتمتعي فيه فدوى رفاعي. بس فدوى ما قلتي شيء لبرنامجنا. بدي اقول انه سوري بس افضل برنامج فني لبناني، وان شاء الله هيدا النجاح يصير عربي يا رب. شكرا كثير فدوى، اليوم حلقتنا عربيه بامتياز. يعني هي قاعده عربيه اكثر من هيك ما فيك هي فكرة شذا على كل حال. ميرسي. تفاجئت شذا، اكيد نحن بنقول لك اهلا وسهلا فيك، نورتينا اليوم بحلقتنا من سوري بس. اليوم انت من وين؟ العباية الحلوة، لابسه كثير حلو، شعر طالعه اميره يعني برنسيسا. حبيبي ثانك يو. اريد طبعا اشكر احبابي جرعت طبعا، بوبا، امل الازهري، عبايات الجميله، واريد اشكر بعد مره المخرج باتريك، نعم. والمخرج طبعا جو بوعيد على مساعداته الجميله وعلى وقوفه جنبنا في هذه الحلقه. اكيد مفتاح الشرق كمان اللي كان معنا. والفرقه الموسيقيه اللي ويانا اليوم طبعا، والشباب استاذ فادي وكل الشباب موجودين. مبسوطة وشكرا جزيلا، حلقة رائعة جدا. بتصور هيدي من أهم الحلقات اللي عملتهم اليوم لليوم في لبنان. عملنا شيء بحب أعمله، بحب وصله للكل اللبنانيين. ونحن حققنا لك حلمك. يا ويلي. أكيد رجا، نحن وصلنا لنهاية حلقتنا. الأسبوع المقبل ضيف جديد، حلقة جديدة من برنامج سوري بس. أكيد بدي أشكر كل فريق العمل وكل اللي عم يتابعونا بكافة أنحاء العالم العربي وبلاد الاغتراب، اللي أكيد اليوم رح يكونوا كثير مبسوطين بهالجلسة الحلوة اللي دائما هيك يمكن بالاغتراب بحنوا إنه نشوفوا هيك حلقات تلفزيونية. تفضل يا ريفا، قبل ما تطلع الجينيريك وقبل وصل بوكية ورد على استوديو موقعة من، ممكن أنا أقرأ؟ أنا رح شوف الموقعة من مين، وهي البوكيه لإلك. تفضلي. أنا بدي. هي مكان كثير غالي. أوه. طيب شوفي انت. خلينا نقرا مع شذا. بحوريكم ما تكترون الأسئلة. أوه شكرا. ما قلتي لنا من مين؟ مش ضروري. حسيت زينة ونحوت. شكرا. أريد أشكر طبعا كل الفانز خاصة كلهم ما بدي، كل الشذاويين أحبكم، وشكرا لإسراء بالأخص. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.